عامله ايه يا ام محمد؟ الحمد لله يا ماما، عامله ايه؟ كويسه. الحمد لله. فطرت ولا لسه؟ لا لسه والله. والله وانا فطرت لسه. كنت احط غسله في الغساله اللي اوتوماتيك اه قبل ما انزل تحت اكسل بقى اطلع فوق. يلا معلش. حطيت حطه قلت بقى تلحق الشمس وكده طب وانا غسلت ليه؟ والله العظيم انا كنت ناويه ان انا اطلع المهم، وقلت لو في حاجه يعني فرشه حاجه المها واغسلها. ربنا يخليك يا بنت، الله يجاوبكم على عيالكم، وانت عندكم عيالكم برضك وعندكم غسيل ياما. لا ما انت اكتر الاوقات والله بتحطيهم في البتاع اللي اسمها ايه، الغساله الأوتوماتيك. الاوتوماتيك. اه في الاوتوماتيك بحطيه ولا بضيرها ولا بعملها، اتني مطلعهم ناشفين وانا الشر. كتر خيركم يا بنت. يلا ما انتوا كذا مره كل شويه بتاخدوا غسيل. لا والله انا كل بلاقيك شوية على طول بتاخدوا غسيل. بتحطيه، اجي عشان انا اقول ان انا هاخد الغسيل الاقيك حطاهم في ربنا يخليك يا بنت، ما تحرمش منكم ابدا، الله يجاوبك على عيالكم، انتوا الاخرين بيبقى عندكم كوم غسيل. انت وجوزك وعيالك كتر خيركم. جنيتك الصحة. انا ما بكون فايقه كده تنا حاطه ايه غسله في الغساله الاوتومات. جنيتك الصحة. الحمد لله. صدقي ان واحده امبارح قابلتني وكلمت، مش هتصدق الدنيا حصل فيها ايه. ايه اللي حصل؟ استغربي الدنيا هتحصل فيها ايه بعد كده. بتقول لك ده واحد اتصل بيا نمره غلط، نمره غلط، وقال لي لو معاكي فلوس معاكي حاجه ايه عشان ايه نكسبوا لك الفلوس تنعلوها لك. ازاي؟ نعلوها لك يعني ايه، هندخلكوا في مشروع ونعلوا لك الفلوس اللي معاكي تكسب الطاق 2. ايوه. فانا عايز ايه تديني الرقم التليفون بتاعك ورقم الفيزا ورقم كل حاجه اللي معاك، نهار ابيض. اديني الرقم السري وانا هشغلك فلوسك. اصل هشام طلع من مصطفى. طب هو بيجيب سيره هشام طلع من مصطفى ليه؟ اصل هشغل الفلوس، احنا من تبع هشام طلع من مصطفى، احنا هنشغل الفلوس وهنخلوها لك ايه، وليا ست كبيره. انا بتحكي لي ست كبيره كده يعني غلابه وطيبه من الناس بتاع الزمان اللي ما عندهاش لوع، والناس حصل فيها ايه يعني ما عندهاش لوع خالص، عاده على نيات. وبعدين ان واحد بيكلمها عاده هتصدق. جت مدياله الرقم السري ورقم الفيزا بتاعتي ورقم البطاقه وكل حاجتي نهار ابيض. على نياتي، طالما ان هي يعني نفسها ان مثلا معاها فلوس تكسب يعني تبقى بدل مثلا الفلوس كده تكسب تعمل لعيالها حاجه، تعمل لنفسها حاجه كده. ادتها لهم كله. نهار ابيض. يصبح تيجي تجري على بنتها تقول لها يا بنت واحد نمره ده اتصلت بيا وهتكسب لي الفلوس اللي معايا، هتكسب لي الفلوس اللي معايا تبع هشام طلع من مصطفى. قال له هو ايه ده يا ولاد؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه يما انت يما مالك يما اللي حصل لك ده؟ زمان واحد نصاب يما ياخد حاجتك كلها. نهار ابيض. يا نهار ابيض. راحت لبنتها تقول لي تقول لها يا اختي حصل معايا كذا كذا، واحد اتصل بيجي وقال لها هات الرقم وهاتي وهاتي وهاتي. ادتهم له قال لها يكسب لنا الفلوس يا بنت عشان اجوز اخوك. جيت لها يا لهوي يما، طلعت تجري على البنك بتاعها كان معاها 4000 جنيه. معاها 4000. تقول لها يا بنتي ده انا شايله 4000 عشان احوش خطوبه اخوك، نفسي اخطب له واجوزه. قلت لها طب تعالي. راحت تضرب كله صفر على اللي ايه يا نهار على ابيض. الشاشة. يا نهار ابيض. تضرب الفيزا ما لقيتش صنف جنيه في الفيزا بتاعتها الغلبانه يعني، وهي بتقول انا كنت بعمل جمعيه وعماله احوش لاخوك وتعبانه يا بنت من المعاش وتعبانه وما لقيتش صفر. تضرب لا حق لا كل حاجه صفر. دي موعظه للدنيا بحالها، لحد يدي اي تليفون غريب الواحد ما يسكش فيه. راح عاد نصب في كل حاجه دلوقتي، عاد فيه نصب في كل حاجه. لا واحد يكلم حد ليه دعوه بيه ولا يدي، واي نمره ترن على اي حد ما يردش عليه، نمره غريبه ما يردش عليه. اي نمره ترن يلاقيه غريب ما يتردش عليه، يمكن حد من قرايبه لا بس يرد يلاقيه غريب ولا يديله حتى تليفونه حتى.